لذلك عندنا روايات وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام. إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا، أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم، وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهة يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوئي يقول باسمه تعالى: نعم يجوز مباهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنه. تعالوا خلينا نكمل. اتهم، اكذب، اصلا كما تشاء، بهتان، قذف، اقذف، اصلا اكذب عليه كما تشاء، لان هاي الادله مختصه بمن؟ ومن هنا تفهم ان البعض عندما يريد يصدر فتوى يكتب ضال مضل، اولا يسويه من اهل البدع حتى يطلع من موضوع شنو؟ المؤمن. فاذا طلع من عنوان المؤمن بعد شنو؟ بعد يحتاج الى دليل لاتهامه او لا يحتاج الى دليل؟ لا، اصلا اكذبوا عليهم، باهتوهم، اتهموهم حتى تسقطوهم امام. بالله بربكم هو هذا الدين. يعني أنا والله العظيم الناس يعني على الفطرة الناس الما متدينين والله لا يصلون ولا يصومون، بس من يربون أولادهم يعلمون أولادهم: بابا لا تكذب، لا تظلم الناس، لا تسرق، لا تبهت الناس. هاي الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى فطر عليها البشرية. شوفه لا يصلي ولا يصوم، ما إله علاقة بالدين، أهله مو محجبات ولكن عندهم أخلاق، يربون أولادهم على الأخلاق الحميدة. هذا الدين الشيعي يعلم الناس على الكذب والقذف والبهتان. هاي باعتراف معمميكم يا مغيبين، أنا ما دا أجيب حكي من جيبي، هذا دينكم، أنتوا في غيبوبة، احنا نريدكم تصحون حتى توقفون ضد هذا الدين وترجعون إلى الدين الحق، الدين الذي إذا اعتنقتموه ستربحون الصحابة ولن تخسروا أهل البيت.